اهلا بكم في انمي جديد وحلقه جديده. قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا انمي جديد من انتاج نتفليكس. نبدا الانمي بشاشه تسجيل باسورد بتكتب هالو وورلد، وبنروح لحرب في الهواء، مجموعه مناطيد بتضرب منطاد، وبنسمع صياح الناس ان القراصنه بيهاجموهم وشكلهم هيخسروا نقاط تاني، وبيخلص المشهد بان اخر منطاد بينضرب بصواريخ. وبنروح لمشهد تاني، اتنين راكبين موتوسيكل، واحد بيقول للتاني هو ماسك سلاح ما تسيبوش يمشي، احنا بقالنا 3 ايام بنطارده. التاني بيقول له ان هو بيشعر بتخدير في دراعه، والسهر طول الليل بيأثر على تركيزه. رد عليه وبيقول له اشرب مشروب طاقه او اي حاجه، اما انا فمش عايز القراصنه تسرق غنيمتنا. بيظهر جنبهم تنين احمر عملاق وبيكملوا جري وراه. بيقول واحد اننا كده على الوضع ده هنلاقي نفسنا في تويلايت هيل. بيسالوا صاحبه ايه المشكله، قال له ان مغبى اقوى فريق في لعبه بلانايت وانت في غنى تام عن مضايقتهم. قال له قصدك الجماعه المجنونه من مدمني الالعاب عائله اكاباني؟ قال له لازم نتخلى عن ملاحقه التنين الاحمر، هينتهي امرنا لو شافونا. قال له صاحبه احنا حاصرناه اخيرا بعد ما اخدت اجازه من العمل لتعاقبه. وبيطلع ايس من باب البيت او لوفي الصغير تقريبا، مش متاكد، بس يعني انت شايف فاهم، قبعه قشو. بيبص على التنين وبعدين بينط عليه وبيفعل سيف ويقطع التنين في لمح البصر، وبيبدا يشوف الجوائز اللي اخدها بعد ما التنين يموت. بنعرف من الاثنين اللي كانوا بيجروا ورا التنين اسم الشخص ده اتشي، وهو من عائله اكاباني. بيقول له الولا ابو طاقيه بنضاره انت بتحاول تاخد غنائمنا ليه؟ وصاحبه بيحاول يمنعه عشان اتشي ده مشهور بقتل اللاعبين. رد اتشي عليهم بعد نظره مرعبه ان الشخص اللي بيسبب اكبر قدر من الضرر هو من يحق له اخذ المكاسب، وده يعني ان الحق ده ليا. رد عليه قال له انا مش مهتم، احنا بنطارده بقالنا 3 ايام. ضحك اتشي وقال له يعني بقالكوا 3 ايام بتردوه والحقتوا بيه ضرر اقل من ضربه واحده مني؟ كنتم هتقعدوا كام يوم عشان تقتلوه؟ قال له لا ده ابو طاقيه. قال له اسكت يا مدمن الالعاب. فاتحرك اتشي بسرعه ورفع السيف على رقبته وقال له مش المفروض نتقاتل بدل الجدال؟ وبيقرب السيف اكتر وبيكمل كلامه بيقول له مش هيبقى مؤلم، بس الموت في الواقع الافتراضي شعور سيء صح؟ لما تخسر نقاطك هيبقى الموضوع صعب. بيقول له زميله تاني وقف وخد المكاسب بس نزل سيفك. بيسحب اتشي سيفه وبيقول للاسف حاليا مش مسموح لي بقتل اللاعبين. وبعدين قال لهم اتبعوني، رئيسنا هو اللي ليه القرار الاخير في اي نزاع بيحصل على التله دي. ويدخلوا البيت وبنلاقي بنت قمر بنعرف ان اسمها ماي، وبتقول لاتشي اصدقاء. قال لها لا دول دخلاء. بتفرح ماي وبتقول انا هحضر الشاي. بينزل واحد من فوق بنعرف ان اسمه اي، وبيسال اتشي انه سمع زئير بره هل كان تنين؟ رد اتشي وقال له ايوه تنين احمر هزمته. وبعدين بيبص للاثنين وبيقول احنا عندنا ضيوف اهلا بيكم، وبيعرفهم اسمه اللي هو اي. بتلاقيهم ماي مصابين فبتلقي عليهم تعويذه شفاء تشفي جروحهم في ثانيه. وبعدين بتقول لهم تاكلوا الانسان بيشعر بالجوع حتى في العالم الافتراضي. قالوا لها ما تجريش نفسك، قالت لهم مفيش مشكله انا اصلا بطبخ. والاثنين واقفين بيقولوا ايه الاحساس العائلي بالدفء ده، هو ده اقوى فريق في اللعبه فعلا. وبعدين الباب بيتفتح وبيدخل السيد شيرو من الباب، وبيخاف الاثنين من شكله، بيقولوا هو لاعب زينا بس شكله مخيف. اتشي اول ما شاف شيرو قال له ان من شويه دخل تنين احمر منطقتنا، والاثنين دول بيطالبوا بجوائز قتله، والتنين كان هيدمر بيتنا فقتلته، مش من حقهم انهم يجوا بمنتهى البساطه كده ويطالبوا بالغنائم بعد ما خلصت عليه. بيبان على وش شيرو العصبيه، وبيقول الاثنين لبعض هو احنا هنخسر كتير من النقط والفلوس لو متنا هنا؟ بعد شويه صياح منهم شيرو بيقول لاتشي اديهم الغنائم. قال له ليه؟ قال له ان في حاليا عيوب في قواعد اللعبه الخاصه بالغنائم المشتركه، وعشان كده بتظهر مشكله لما بيشارك لعيبه رفيعه المستوى. قال له اتشي زي ما انت عاوز يا شيرو سان. بيشكر الاثنين شيرو، وشيرو بيقول لهم انا اسف على اللي اتشي سببه من متاعب، وبيطلب من مي توصلهم لاقرب قريه. المهم بعد كده بنروح لشيرو وهو بيمدح قوه اتشي انه قتل التنين بضربه واحده، وبتحط مي الاكل وبيبداوا ياكلوا. بيتسالوا ليه اللعبه حاطه التفاصيل دي، وبتتحرق اللمبه فكله بيقوم عشان يغيرها، وبيحسوا كانهم عيله حقيقيه في الحياه الواقعيه. بننتقل لمشهد تاني وفي حد قاعد في اوضه معفنه وحاطط نظاره في ار، بيقلع النظاره وبعدين وبيقول انا جعان، وبيبص حواليه بيلاقي الاوضه معفنه، وبيقول هو ده الواقع المعفن، ناس معفنين عايشين في عالم قذر. وبيكون فعلا شكله كانه مدمن، وبيحاول يقوم لكنه بيقع، وبيقول اهي عضلاتي كمان راحت. وبيفتح الباب وبيتضايق ان محدش ساب له اكل قدام الباب. وهو ماشي بيقابل اخوه الاطول منه، بنعرف انه اسمه اسوما وانه اخوه الصغير. وبتظهر شاشه زي شاشه الالعاب وهو بيتكلم بيشتم فيها اخوه انه طالب متفوق، وانه بيبص لاخوه كبير بالشكل ده. اخوه بيسيبه ويمشي، وبيروح اتشي المطبخ. ده اتشي حرقت عليك بس ما علينا يعني مش هغير اسمه هنا. بيبص يلاقي ابوه فبيقول له في يا اتشي. بيتكلم اتشي مع نفسه وبيقول ما تكلمنيش ايها الاب الكذر. وبيظهر شاشه الالعاب تاني واتشي بيشتم في باباه. فابوه بيساله انت عامل ايه؟ فاتشي بيساله قلت ايه؟ قال له لا عليك مش مهم. وهنا يا صديقي اتشي بينفجر غضبا في نفسه انه ليه بيبدا كلام لما مش هيقدر يكمل الكلام. اللمبه بترعش وبيقول للاب انها شكلها هتتحرق، فبيطلب من اتشي وبيقول له انا ظهري وجعني، فاتشي بيقول له لا. وبعدين بيطلع الاب عشان يعمل اللمبه فبيمسكها اتشي وبيقول له هغيرها انا، ما تضغطش على نفسك ايها الرجل العجوز. فبيتعصب الاب ويقول له ازاي تقول على ابوك عجوز؟ بيكسر اتشي اللمبه ويجري وهو متضايق ويحط النضاره ويرجع للعبه تاني. فبنروح لماي وهي بتسال
جزء الذره. وبيقف اتشي فبتقول له ماي في حاجه على وشي، فبيقول لها لا بس كنت بفكر في اني رغبه في اثاره فوضى النهارده، انضم ليا كمعالجه. قالت له تمام بس انت في مزاج سيء. قال لها مش بالظبط. قالت له ايه رايك تجرب حاجه جديده زي البستنه. وقعدوا الاثنين يزرعوا وتحكي له انها جربت العاب قليله عشان كده ممكن تكون بتلعب بشكل غلط. المهم في كلام الممل اللي بيتقال قال لها اتشي ما اظنش ان الورود دي مصممه عشان تسبل. وخرج ونادى عليهم وراهم انذار وصل لعائله اكاباني بان في اعلان حرب عليهم. وبنعرف انه من القراصنه. بيتعصب اتشي وبيقول قبلت تحدي بس بتفكروا ماي ان القتل ممنوع. بيقول لها هم اللي افتعلوا القتال فكل حاجه مباحه. بيهدوه الاثنين وبيقولوا ان لازم نستنى قرار شيرو. بتفتكر ماي ان شيرو قال انه مش هيقدر يجي الفتره. قال لها ليه؟ قالت له قال انه نقل للمستشفى. بيتخض اتشي وبيمسكها ويقول لها حالته خطيره، هي حياته في خطر، هيموت يعني، عرفيني يا ماي. بيمسكوا ويهديه. كان هيكلم اتشي بس فجاه بنسمع صوت انفجار وبيطلعوا بره. بنلاقي هجوم بالقنابل على البيت وبنلاقي القراصنه بالمنطاد. واتشي بيقول لماي خليه جوه. بتبص ماي على الازهار بتلاقيها اتدمرت فبتزعل فبياخد باله اتشي فبيتضايق اكتر. بينط اتشي فوق السطح وبيفعل هجوم السيوف وبيدمر المنطاد. بنروح وهو بيقول انا متفهم قلقك على شيرو بس ما ينفعش نتطفل على حياه بعض، دي القاعده الوحيده لعائلتنا. بيقول اتشي ده صحيح رغم اننا مع بعض بس ما نعرفش حاجه عن بعض. بعدين ماي بتقول لاتشي هنروح في جوله للسرداب صح؟ تعالى معانا يا بيقول لها مش هينفع عشان هعمل حاجه واشوفكم بكره. وبعدين بيخرج من اللعبه. في اللحظه دي بيخبط حد على باب اوضه اتشي فبيقلع نظاره الفي ار وبيقول له عاوز ايه؟ بيقول له والدنا اتنقل للمستشفى. بيتخض وبيقول لنفسه هل ممكن والدي يموت؟ وبيقول له ليه بتقول لي كده؟ انت عاوزني اقلق او اتعاطف؟ انا ماليش علاقه بالموضوع. فبيقول له اخوه من بره فهمت. وبنروح للمستشفى واخو اتشي واقف عند باباه وبيقول له انا لازم امشي وعلى فكره انا عندي امتحان. فبابا بيقول له تمام. فبيقول له ابنه انا اتصلت بمامتي تحسبا وانها ما ردتش لحد دلوقتي. فبابا بيرد يقول له تمام. وبنروح لناس قاعدين مع بعض وبيقولوا اعلان حرب. الحاله دي ما قدمناش خيار غير اقصائهم من اللعبه. واحده بتقول هيبقى امر مزعج لو سمحنا للقراصنه بالتصرف زي ما هم عاوزين. وبيقولوا اننا وصلنا لطريق مسدود. ونروح لمشهد تاني وفي اتنين انضربوا وحد بيقول لهم ما حدش طلب منكم تعملوا كده. وبنعرف ان اللي ضربهم ده اسمه ناجاتو واللي وراه اسمه شيجاتيرا. المهم بيقول له شيجاتيرا ان تصرفكم من نفسكم كده خالفتوا قواعد الرقابه وشوهتوا سمعتنا احنا القراصنه وعشان كده انا شايف انكم تستحقوا طرد. ردوا وبيقولوا له ارحمنا والحاجات ديت يعني. فبتتكلم واحده من ورا وبتقول له مش امر مهم احنا ارسلنا ليهم اعلان حرب وهم ما تكبدوش عناء الرد لنعتبرها عمليه ردع لا اكتر. وبنعرف ان اسمها بيكو وهي القبطانه. بيقول لها شيجا لو وصلنا الكثير من المتاعب في ربطه الناقطه هتحاول توقفنا. ردت قالت له ما تخافش بيكو هتتولى امرهم. بيقول لها شيجا انا شخصيا افضل تجنب الحرب. بتقول له بيكو في ايه انت بدات تخاف ولا ايه؟ رد قال لها لازم نفكر في الهدف من اعلان الحرب. بتقول له هو في هدف اخر غير القضاء القبطانه بيكو على عائله اكاباني؟ قال لها الهدف هو طائر الاسود واللي هو الهدف النهائي للعبه. وبيقول الاثنين اللي لسه مضروبين انهم بيدوا 300 مليون ين حقيقي للي يمسكه حي او ميت. فبيكمل شيجا وبيقول احنا لحد دلوقتي ما نعرفش لا شكله ولا صفاته ولا حتى مستواه بس احنا نعرف انه بيظهر قرب تويلايت هيت. فبيقول نجاته يعني باختصار اللي هيسيطر على تل هيمسكه. هيحصل مشهد في منطقه تانية مش مهم ومش هيفيد بحاجه حاليا. فنروح لاوضه اتشي. فبيروح لاوضه اتشي وهو نايم وهو بيلعب وبيخبط عليه اخوه فبيصحى. وبعدين بيقول له ان اصابه ابينا هي انزلاق غضروفي وهيخضع الجراحه وانه هيقعد في المستشفى لفتره. رد اتشي قال له فهمت. وبقى متضايق اتشي. وبنروح لاوضه اخوه وهو بيقول انه مش عارف ايه معنى العائله الحقيقيه اللي انا عارفه انها شيء مؤقت. ويفتح الدرج يطلع نظاره في ار ويلبسها. وفي نفس الوقت اتشي يلبس نظارته وابوهم في المستشفى ويبقى فاتح اللابتوب وبيلبس نظاره هو كمان. وبنعرف ان ابو اتشي في الحياه الحقيقيه هو شيرو في اللعبه وان اخوه هو وبس كده خلصت اول حلقه في الانمي. لو انت مكمل لحد هنا فسيب لي رايك في كومنتات وما تنساش اللايك والسبسكرايب وسلام.